بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنتكلم في فضل الاعتصام اللي موجود في رابعه العدويه واللي موجود في ميدان النهضه، وقلنا ان في سيناريوهات، والواحد لو هيتكلم بالنسبه يعني دراسه الامن القومي او الاحتمالات بالنسبه لما يكون في مجموعه من هذا المنطق يعني، فهي لها عده سيناريوهات ومعلش يعني طبعا الله سبحانه وتعالى اعلى واعلم، وانا اتخيل ان شاء الله ان ربنا باذن الله تعالى هينقذ البلد وهتكون اخف سيناريوهات. السيناريوهات دي في معظمها بتعتمد على الجماعه اللي هم جماعه الاخوان المسلمين، طبعا طلع لها جناح مسلح وواضح طبعا، وان هو ضرب الرصاص والخرطوش والحاجات اللي بتتم دي مما لا شك ان هم واللي بيحصل في سيناء مما لا شك انها كلها جماعه واحده، زي اللي حصل في تونس في اليومين دول وذبح العساكر وبتاع، وهيقولوا برضه ان الجيش هو اللي ذبحهم. كل الكلام المهيصه دي العصابه اتعرف زي ما اتعمل قبل كده في سوريا، فالناس بتعلمهم واحنا الحمد لله ما بنتعلمش ببلاش يعني. فسيناريو حاجه من ثلاثه يعني، لو حاجه من اربعه، لو هم منبهين على الجماعه بتاعتهم هيتقبض ان شاء الله على القاده بتاعتهم، فلو هم منبهين على الجماعه بتاعهم ان هم يقوموا بخطوات معينه من تفجيرات وما الى ذلك، باذن الله تعالى هيترصدم وهتبقى المسائل تدخل وهتخف واحده واحده، لان كل ده انا تابع الاخوان ما عندهمش فكر يفكرهم، هم توابع للقاده بتوعهم، فهو بيحدد لهم مسار معين، اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، لما تنتهي الفتره اللي هيعمل فيها مش هيبقى هو منتج ولا مفكر ويشوف هو يطور نفسه ويعمل ايه تاني، فبالتالي هتنحسر موجة العنف. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، قد تنشا قاده ثانيه من رحم القاده الاولانيين يكونوا هم مضمين نفسهم، لو ما كانش فلان يبقى فلان، وما كانش فلان يمكن ل10 قوات بعد كده، فهو ده الخطوره ان يبقى التنظيم زي ما هو، ولكن هيبقى اخف حده من الوضع الحالي، لان اللي موجودين دول يعتبروا ارهابيين، وطبعا بينتصروا لنفسهم مش بينتصروا حاجه، والصغيرين مش مطلوبين، الكبار هم اللي مطلوبين لان هم دول اللي بيعملوا عنف، فبالتالي ده السيناريو الثاني. السيناريو الثالث ان ممكن انا لما يكون القائد بتاعي مات زي معركه مثلا والقائد مات، فبتيجي تبص تلاقي اصحابه حاجه من اثنين، يا يدخلوا ينتحروا ويعملوا بقى ويبقى المسائل عنف شديد وكل واحد بقى بيهبل، وانا ما اعتقدش ان هم هيدخلوا بهذا المنظر، لان مهما كان هم من البلد ديت ولهم اهل والمسائل هيحسوا بدل القوات بتوعهم اللي هو الفيش زي ما بيقولوا بيشيلوا فيش كده، ما عادش بيزن في ودانه، فبالتالي ممكن يخلص منها في حاجه الاثنين، يا يشت ويبقى اتجاه عنيف شديد، او ان هو زي ما يكون جيش وانهزم وهدي وانتصر الحق عليه، ايا كان اللي هي فتره هيبقى فيها شيء من العنف، ولكن ان شاء الله بالعالمين هتنتهي بنصر وهدوء، وان مصر ترجع لنا تاني. وفعلا سبحان الله انا يعني لما اقول مصر رجعت لنا فعلا، لان انا حاسس الناس دول يعني ما بيحسوش ان هم هم متربين في البلد، ولكن لا يدينون هذا البلد بالولاء الوطني مهما قالوا اللي سايبين حلايب وشلاتين وسايبين سينا لليمه الثانيه وهكذا هذا الفكر يعني، مهما قالوا ما لهمش وطن.